بيقول لي بفكر بره الصندوق، فسألته هو فين الصندوق اصلا. كنا عاملين انترفيو في شركه ودخل علينا شاب متحمس جدا وبيقول عندي افكار جديده، بفكر بره الصندوق، هغير لكم الشركه 180 درجه. سألته ايه هي طيب افكارك؟ الاجابه كانت صدمه. كل افكاره موجوده من 10 سنين وبتطبقها شركات كتيره جدا، بس هو فاكر انه اول واحد يفكر فيها. فسألته تاني هو ايه الصندوق اصلا؟ هل حددت مقاسه؟ هل حددت ابعاده؟ هل هو 20 في 20 ولا 50 في 50 ولا متر في متر ولا صندوق كونتينر؟ فطبعا كالعاده ما ردش واستغرب من الرد. الحقيقه المره اللي عايز اوضحها لاغلب الشباب، مفيش حاجه اسمها بره الصندوق. كل الافكار او اغلبها اتنفذت وبيفكر فيها مليون واحد غيرك. المهم والشاطر اللي ينفذ، زي اللي بيقول عنده حل سحري والحل موجود في كل مكان بس محدش عارف ينفذه صح. هقول لك على 4 نصايح ركز فيهم كويس. فكر جوه الصندوق مش بره الصندوق. ركز على التنفيذ كويس جدا. اعمل دراسه سوق وتمكن منها وافهمها كويس. شوف تجارب غيرك وتعلم منهم علشان دي مهمه جدا جدا. قول لنا بقى، تبدا بتنفيذ فكره بسيطه بس تبدا التنفيذ صح، ولا تشوف فكره عبقريه وجهنميه ومحدش عملها يكون تنفيذها صعب او من غير تنفيذ اصلا؟ شاركنا برايك في الكومنتات وما تنساش اللايك والشير وتابع بقيه فيديوهاتنا الفتره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.